بالنسبه لنا المغرب توا فايتتنا، المغرب توا فايتتنا. معناها كومباريزون يعملوا في استاد اكبر استاد في العالم، واول مره يصير اللي الملعب عنده الملعب بالتمرين نتاعو. 2001 نحن كنا استعدادنا خير. تتفاهم مرة في تاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقول لأول مرة ستقام البطولة هذه على 9 ملاعب مختلفة في تاريخ البطولة الكل. وهذاك علاش قال ديمونستراسيون دو فورس. فوالا ديمونستراسيون دو فورس. يعني كنت تشوف شنو عملوا بون عندهم ديموند، عندهم كذا رئيس الاتحاد هو في داخل في كوميسيون بيجي دو ليتا مش يلعب معناها لك يخدموا على رواحهم ودشنوا 3 ملاعب. لو سييج نتاع لو سييج اتوندي لو سييج مين هذاك اللي تفهمنا فيه الكلوب هذيك الاجازات هما تو لاهين بها في المغرب. اللي جامع هو رئيس اللجنه اللجنه تنظيم المنافسات الافريقيه، وهذه تاع الاجازه عملوا اليوم عملوا السياج نتاعها في المغرب. بون امور اخرى خلينا نمشيو لعلولو. يقول كولة ومؤامره وفوزي القجع، والحمد لله يمكن مازال ما شافوش هذا الفيديو ديال البارح. يعني مازال هذه السيمانه هذه غادي تسمعوا البكا بزاف. يقول لك كيفاش هذا رئيس الجامعه ويصرح ويقول لك لا بالسيف خاصك تقعد اللقب لي. هو راه مغربي بالسيف عليه خصو يقول، هو رئيس الجامعه وراه متحمل مسؤوليه، هو راه متحمل مسؤوليه ديال 40 مليون مغربي تسناه خصو يجيب اللقب. سي نورمال خاصو يصرح هكذا، وصرح قدام الكاتب العام ديال لاكاف. وراكم شفتوه كان تما داروا واحد الاتفاقيه ديال اليوم ديال شراكه مع شركه والماس شركه ديال سيدي علي، داروا اتفاقيه معاها. وراكم شفتوا التصاور هاهما هنايا، والتصاور ديال ملعب مولاي عبد الله لداخل ملعب مولاي عبد الله. يعني اتفاقيه جات واعره، يعني حتى تسويقيا ديالها جاب تصويره يعني في ملعب مولاي عبد الله العالمي. تصريحات يعني مزلزله وتصريحات حقيقيه، وما كانت تشوف ومحقه يصرح بهذه التصريحات لانه الكاس راه في بلاده وهو اللي متحمل المسؤوليه. خصك اللقب سي اللقب. ولكن هذا الناحيه ديال صحافه زيكو غادي يقراوها بواحد القريه اخرى. المره اللي فاتت وليد الركراكي من قال لهم غادي ندير اللقب هنا في بلادي ما رضاوش. عقاش بالماضي من قال نمشي نجيب اللقب مصر، هما عندهم عاديه بصح الركراكي لا راه في بلاده علاش يقول هذه التصريحات. اليوم فوزي القجع حط لهم الحجره كما نقولوا عند الباب. اللقب غادي نديه صح، بغيتو ما بغيتوش كاع ما تصدعوش معايا راسكم. شوفوا عاود غادي تشوفوا واحد التصريح اخر ديالو في نفس هذا الفيديو هذا اللي هضر على الجوائز الافريقيه والعالميه، وهضر على حكيمي، هضر على بونو. تفرجوا لهذا التصريح هذا. الى تفرجوا هذا التصريح. Notre capitaine Achraf Hakimi, qui malgré tout ce qui a englobé l'octroi du Ballon d'Or, c'est notre 6e meilleur joueur au monde. Et je tiens à rendre hommage aussi à notre gardien de but, qui était choisi le 5e meilleur gardien de but. J'espère que les CAF Awards cette année, monsieur le secrétaire général, vont respecter la logique de ce classement mondial. Et je pense que nos joueurs, depuis plus précisément Qatar 2022, aujourd'hui ils sont la locomotive du développement du football africain. On est fiers d'avoir des équipes nationales qui rivalisent au plus haut niveau et on espère qu'une de nos équipes africaines puisse gagner cette Coupe du Monde pour une fois. En tout cas, nous, on a la volonté de le faire et l'ambition de le faire, Inch'Allah. هذا تصريح الزوج اللي صفع فيه لاكاف اللي كان تما الكاتب العام، وعطاه الحس. قال له نورمالمون حكيمي راه مكلاسي السادس عالميا، وكان هنأ حكيمي على المرتبه السادسه ديالو، وهنأ بونو على المرتبه الخامسه ديالو. وصفع فيها لاكاف قال لهم الا كانت شي كره ذهبيه اللي يستحقوها اللاعبين المغاربه سيرتو بونو وحكيمي اللي كانوا متالقين من 2022 حتى اليوم، هو راه قالها. قال له نورمالمون ما تمشاش بحال هكذا، يعني خاصكم تكونوا شويه معقولين في هذه الاختيارات ديال اللعابه. يعني تخيل انت قدام كاتب العام تصفعوا مباشره، يعني ما ولا اللور ما والو، عطاه ديريكت للراس. يعني اللي خصهم ينصفوا هما اللعابه ديال المغرب. مثلا ها بونو خامس وحكيمي السادس. حكيمي نورمالمون يدي البالون دور افريقيا بلا ما تصدع راسو، وبونو تا هو يدخل الكلاس. علاش هذيك المره اللي فاتت جابوا ديال جنوب افريقيا كلاسوه باش تعرفوا ولاد الحرام كيفاش تمشيو. هادو صحاب الاتحاد الافريقي، هادو راه خاصهم اللي هكذا يعطيهم بحال القجع هكذا ديريكت في الوجه.
ما هذا تصريح عجبني، وانا والله القسم الا يمثلني هذا التصريح هذا. خاص واحد ديريكت تعطيه في الوجه، ولا ما يستناه ما قال له راه خصكم نتوما تحملوا هذه المسؤوليه ديال هذه الاختيارات. كيفاش اختيار سيد راه باين عالميا، وانت تقول لي انا تجيب لي واحد ما باينش. لقمان فين راه هذا لقمان، وفين راه هذا وسيمان، وفين حكيمي راه من 2022 هو نفس المستوى. مي هذا الخروط وهذا فين راه ما كان والو. المهم تصريحات مزلزله. التصريح الاول على لا كوب دافريك وخاصو يربحها، وكان صرح واحد التصريح اخر قال لك غتفوت احسن كاس افريقيا في المغرب، غتفوت احسن كاس العالم ان شاء الله حتى هي تكون في 2030 في المغرب، غادي يفوتوا هاد الجوج احسن. بالمناسبه من هضرت على كاس العالم 2030 كان اجتماع ديال الحكومات في امريكا ما بين رئيس الحكومه المغربيه ورئيس الحكومه الاسبانيه ورئيس الحكومه البرتغاليه، وراك شفتوا هاد التصويره هذه مع رئيس الفيفا. كان اجتماع على حساب كاس العالم 2030 والترتيبات، وديما يديروا الاجتماعات. اليوم كان اجتماع ما بين رئيس الحكومه المغربي وحكومه اسبانيا والحكومه ديال البرتغال. كانوا نقاشات 100% على بزاف الترتيبات. نتمنوا لهم حنا التوفيق، نتمنوا المغرب يحتضن النهائي ان شاء الله ديال لا كوب دافريكا ديال لا كوب دو موند ان شاء الله 2030. ولكن كاين واحد الاخبار اخرى اللي انا ما فهمتش هاد كاس العالم كيفاش بغاو يردوها، واش تلعب 200 دوله ولا ما على باليش. كاين اخبار ديال جات يعني الاوروغواي والارجنتين في الاولى دخلوها غير ماتش، واليوم بغاو يزيدوا يدخلوها، بغاو يديو مع كلشي. راك فاهم شو العقليه كيفاش دايره ديال بنادم. في الاولى بداها غادي يلعبوا غير ماتش، ابري دوك قال خاصهم يديروا 64 دوله. كيفاش تدير هاد 64 دوله يعني؟ كيفاش غادي يجيبوا هاد 64 دوله تلعب؟ تولي عندك الافتتاح انت، غدوه تولي تنافس انت اسبانيا والمغرب على النهائي وصافي. هاد 6 ديال الدول ديو هاد لا كوب دو موند وصافي. علاش المغرب راه يخسر هاد الفلوس، وعلاش اسبانيا تخسر هاد الفلوس، وعلاش البرتغال داخلين في هاد المعمعه؟ شفت في الاولى هما دخلوا غير بشويه يعني تا تمكنوا، وكوماساو قال لك لا